في ستات بتخاف من بيتها اكتر من الشارع. في ستات محدش لمسها بس اتكسرت 1000 مرة. احنا اتربينا ان العنف يعني ضرب، بس الحقيقة العنف بيجي في صور اخطر بكتير، صور بتكسر من غير صوت. واحدة بتقول كان كل ما افرح بحاجة يقلل منها لحد ما بطلت افرح. وواحدة تانية كان يفتش موبايلي كل يوم، ولو ضحكت في الشغل يعمل مشكلة. وحد تاني حرمني من صحابي ومن اهلي لحد ما بقيت لوحدي تماما. وحد كمان كان بيقارني بكل الستات ويقولي شوفي دي احلى منك. وواحدة كمان قالت كنت بعتذر طول الوقت حتى لو ما كنتش غلطانة. كل ده مش طبيعي، وده اسمه عنف. العنف مش بيبدأ مرة واحدة، بيبدأ بكلمة: انت مبالغة، انت حساسة زيادة، انت فاهمة غلط. وبعدين تبدأي تشك في نفسك وفي احساسك وفي قيمتك. وفي ستات بتفضل سنين كده، مش عشان ضعيفة، لكن عشان اتعودت او خايفة او محدش قالها ان ده غلط. خليني اقولك الحقيقة، اللي بيكسرك مش بيحبك، اللي بيهينك مش امان، اللي يخليك تعيطي كل يوم مش نصيبك، ده اذى لازم يقف. لو انت في علاقة شبه دي خدي بالك من الخطوات دي. سمي اللي بيحصل باسمه، ده عنف مش هزار ولا عادي. اكتبي اللي بيحصل معاكي علشان ما تشكيش في نفسك بعد كده. اتكلمي مع حد آمن، صاحبة، قريبة او اهلك. حاولي ترجعي استقلالك، شغلك، فلوسك، قرارك. ولو تقدري تبعدي ابعدي بهدوء ومن غير ما تعلني، ده قبل ما تكوني جاهزة. في ستات كتير خرجت من العلاقات دي وبدأت من جديد. مش سهل بس ممكن. لو عندكم قصة ومش عايزين حد يعرفها ابعتوها، يمكن قصتك تتحكي هنا وتكون سبب ان حد يفهم او ياخد خطوة او ينقذ نفسه. لو عايزة تسمعي قصص حقيقية كل يوم اعملي متابعة للقناة. كل حكاية هنا ممكن تكون بداية نهاية لوجع حد. افتكري دايما مش كل اللي بيحصلك اسمه حب، وفي فرق كبير بين اللي بيحبك واللي بيكسرك.